على عكس هذا الفيديو الاخير كان واحد مغربي يغني نشيد الجزائري. تخيل انت جزائري يغني نشيد المغربي. لو جزائري ينصبوا له المشنقه انت ماشي الشعب يعملوا له قانون جديد. قانون يديروا له ديجا قانون جديد. اسمع انا قلتها امس. اوه ماي جاد. مشكله بالنسبه لي النظام، وانا خايف على بعض الوجوه اللي راهي ظهرت في الفيديوهات اللي يديروا لهم مشاكل لما يروحوا، لانه انك تقول انه استحفظوا بنا في المغرب وانه استقبلوا استقبال جيد، او اني لقيت الانفراستركتور في العاصمه ولا في اي ولايه انه كاينه نظافه ولا كاين بنايات ولا تشكر المغرب او حاجه مليحه في المغرب. يا اخي انا النصح امر خطير وراه ممكن الجنسيه لا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة ألف 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 مبروك للمنتخب الوطني ديالنا على النتيجة وعلى الأداء اللي شرفنا بها، وإن شاء الله نبقاو ديما قديمة غادي لقدام إن شاء الله ومشرفنا في هذه التظاهرة. والحاجة الثانية هو الإعلام الهكاوي، عالم آخر اللي ديما كيقلب على بين يدوز لينا. حاجة وحدة اللي غادي نقولوا لهم، والله يشافيهم من هذا المرض اللي فيهم. غنخليكم خواتاتي مع هذا الفيديو هذا، وما تنساوناش من واحد اللايك كومونتير سبسكرايب، فعل زر الجرس باش يوصلك من عندنا كل جديد ان شاء الله. فرجة ممتعة. ورطه نقول لك ورطه حقيقيه لنشرة الثامنه اللي في نفس الوقت ما زالوا يعرضوا في الفيضانات. اليوم جابوا موضوع قالوا انه هناك مطالب للمحاسبه في قضيه فيضانات اسفي. انا مانيش مغربي وما ندخلنيش في هذا الموضوع هذا، لكن في العموم طبعا يجب المحاسبه في اي دوله تقع فيضانات، وانه هناك مسؤوليه تاع الاخلال في البنايات ولا الانفراستركتور. ما هو لازم تكون هناك محاسبه، وانا مع مطالب المغاربه انه يحاسبوا المسؤولين على اللي حدث في اسفي. لكن الشيء اللي يضحكني انه ولا كلمه على الشيء اللي وقع في الغرب الجزائري من كوارث جراء الفيضانات، وما قالوش بلي لازم لنا محاسبه. هذه ما عند ربي استاذ. والاخرى تاع اسفي ما هياش. توقف عليك لا ينزعوا لك الجنسيه انك تبث هذه فيديوهات خطيره، وكل الفيديوهات هذه اللي راهي تبث والله ما بالذكاء الاصطناعي هذه حقيقيه. لا كل الفيديوهات التي تبث حول هذه المشاهد هذه الخرافيه اللي راهي في المغرب بين الجماهير المغربيه والشعب المغربي، الجماهير الجزائريه والشعب المغربي، هذه راهي ولات ماده خطره لا يجب ان تبث، وبالتالي ما تلقاهاش عندنا في القنوات، لانه فعلا مشكله. هذه مشكله بالنسبه لي النظام، وانا خايف على بعض الوجوه اللي راهي ظهرت في الفيديوهات اللي يديروا لهم مشاكل لما يروحوا، لانه انك تقول انه استحفظوا بنا في المغرب وانه استقبلوا استقبال جيد، او اني لقيت الانفراستركتور في العاصمه ولا في اي ولايه انه كاينه نظافه ولا كاين بنايات ولا تشكر المغرب او حاجه مليحه في المغرب. يا اخي انا النصح امر خطير وراه ممكن الجنسيه اشرف حكيمي عرض مبابي كدا، يعني المعنده معليش عنده ولا تحسد. اسمع هذوك جاهم زيدان فهمتي. ونزيد لك حاجه اخيره، نعطيك حاجه تبع مليح الاعلام العالمي، تشوف باللي زيدان خطف الاضواء على الكان، خطف الاضواء على حفل الافتتاح، وخطف الاضواء على موتسيبي ما كانش جاي يتفرج لاجيري السودان. بعدين نزيد لك معلومه انه موتسيبي تنقل شخصيا رفقه المرافقين تاعو الى مقصوره الخاصه بلالوج، يعني الخاصه تاع زيدي زيدان. خدا معه صور تذكاريه. زيدان خطف الاضواء على الكان، وهو دليل على شتيكه واضحه وحاجه واضحه للعيان، والناس والعالم كامل يعرفها بلي انه زين الدين زيدان لاعب اصله جزائري، وزيدان والفيجي هنا كي كان يلعب انا تلاقيت معاه كي كان لاعب، كان في الريال وكذا، تلاقيت معاه في مستشفى مصطفى باشا، لانه زيدان ما تنساوش يدير مساعدة يجي يدير اعمال خيريه في الجزائر في الخفاء بيان سور.
تلاقيت به تلاقيت به في مستشفى مصطفى باشا. جا زار خديت معه صوره ولد، جا تاع مرضى السرطان. خديت معه صوره ولد. لم تتح لي اخذ الصوره لانه كان في السياره. علاش تكذب؟ او ماي جاد. استاد فارغ، هاو استاد فارغ، ملعب مدرجات شاغره، الناس برا ما تدخلش. صافي دير هذا امر دبر ضد المنتخب الوطني. منين كانوا مدخل في 100% فوت، قلنا تحدثنا قلنا سي با نورمال في 10 دقائق او نصف ساعه تفتح المنصه، فتحت قال لك كيشي فربي خلاص تغلق الملعب، تغلق السيت، كل تذاكر بيع بزنسيه. انا كي تكون بزنسي انت تعود لهم البيع، تلقى استاد معمر باش يعاود يربح البزنسي. هاو استاد فارغ ما قدروش يشريوهم من بعد، ما شروهمش اصلا. ما عندهم جوازات سفر اترونجي، ماشي غير فرنسي، جوازات سفر انجليزي من اليرلند من الاخر. كاين اللي ما صابوش لي تيكي، ما صابوش. فليكسي يا صح اسماعيل هذا الفيلم لازم يوصل للسلطات المغربيه. علاش؟ باش يطرح على هذه القناه من المغرب. علاش؟ لانه راه دير الفتنه، وهذه القناه حرشت الجماهير. واش تيقولوا؟ خبرت الجماهير واش تيقولوا في القناه على حساب التذاكر، باش يقولوا ما كاينش التذاكر راهم عند وليد صادي. روح دبر راسك مع وليد صادي. الناس هادو الناس ضيفوهم وضيفوا الشباب والشعب والناس عادي، ولكن نتوما باغيين تبهدلوا، باغي ديروا الفتنه، باغي ديروا المشاكل، حولتوا المشاكل بجهه باغي تحطوها في الرياضه. انا لكم بالمرصاد، احنا لكم بالمرصاد. انتوما اصلا خبثاء، انتوما ماشي اعلاميين. الاعلامي اللي يكون نزيه ما يمشيش يحرش خوتو باش يديروا الفتنه في الملعب، ولا يدخلوا صحه، ولا يمشيو يديروا الفوضى في الملعب. لانه انت السي مصطفى معزوزي انت ماشي بنادم. انت خلصوك مليح المره اللي فاتت من هضرت على اليوتيوبرات وقلت راهم يوريو المغرب مليح، خلصوك مليح ودفعوا لك مليح. اليوم جيت عاود باش تقردع على نيشان، لانهم انتوما ناس باغيين الفوضى في المغرب. هذه رساله للتلفزيون العمومي الجزائري والمسؤولين تاعو، بما انه هاد الايامات هادو راكو قهمتونا بالاخبار تاع الجيران باللي بلد الجيران راهو فيه حاله واحتجاجات وغير الاخبار عليهم برك. انا تمني لو كان تحكي لي الواقع تاعك، باسكو الواقع تاعنا تاع والله غير ما كنت تهضروا في التلفزيون. راكو تقولوا باللي كاين بنوات. انا الواقع تاعي عندي 4 ايام وانا حاصل بزوج بنوات فيهم هابسي قد هاك دونجي، خطر عليا كي نكون نمشي، ودرت والله غير ما لقيتهمش كامل. ونهار نلقاهم ان شاء الله معرفه، ومنها نلقاهم بالك تريبل تاع الثمن تاعهم. هاد الاخبار هادو مثلا الواقع تاعي، لو كان تحكيو عليهم تما كنت تحكيو على المعيشه تاعي. المنتخب المغربي فاز بالاداء والنتيجه امام منتخب زامبي لم يجد الحلول اللازمه. المغرب تتاهل بالاداء والنتيجه امام منتخب زامبي. قلت صراحه انا اثار العديد من التساؤلات لانه لم يظهر بنفس المستوى، ام انه ركراكي ايضا قام ببعض التعديلات في الشيله الاساسيه اللي خلت المنتخب المغربي يظهر بهذا المستوى، خاصه من الناحيه الهجوميه. هذا الكعب يتحول كابتن ماجد مرة أخرى يسجل بركلة مقصية. مرة الكرة قصيرة، أوناحي يرفعها، أيوب الكعبي. هما هادو الجزائريين كيدرجوها. درتي المشاكل غتمشي فيها، اما وقيلا غيخرجوهم من التيران صافي الله يعاون لانهم كيدابزوا. يوم سعيد على المغرب، فوز بالثلاثيه وتاهل للدور القادم وهدف دبل وعوده اشرف حكيمي. الله يجعل ايامنا وايامكم كلها حلوه ان شاء الله. الف مبروك لمنتخب المغرب الفوز والتاهل. شفتوا اليوم الاسطوره ايوب الكعبي كيف سجل هدف اليوم دبل، نفس الهدف اللي فاز في نفس البطوله. المغاربه بركه من الدل والحس الكابا. علاش كتشجعوا الفرق المنافسه؟ واش نتوما سافا با نو؟ ما كنشجعوش الفرق المنافسه والبلد ديالنا باقي كيتنافس. هادوك راه ما كيشجعوناش وما كيحملوناش، كاملين كلهم كاملين العرب كاملين ما كيحملوناش وما كيشجعوناش. كيشجعونا فقط الا ما كانوش البلدان ديالهم كاينه، ولكن حنا بوحدنا في المنافسه وغير حيتاش مقمرين وعارفين حنا غنربحوا. وما يجي حتى شي واحد يجي يقول لي خاوه الجزائر شجعونا في كاس العرب. ما شجعونا ملي خرج الفريق ديالهم برا وغير واحد النسبه من الجمهور، اما البلد ديالهم تحاربنا بجميع الطرق.
جالسين كيحاربونا اعلاميا. دابا في لاكان حنا مرحبين بهم وحاطينهم فوق راسنا، وزايدين هما كيحاربونا اعلاميا وكيحرشوا علينا. توانسه نتوما شفتوا داك المراسل التونسي المتخلف شنو دار، وانتم شفتوا داك ميم هذاك المؤثر المصري شنو مشى جالس كيصور في الحوز، وانتم جالسين كتشجعوا في مصر. مصريين راه كيضحكوا عليكم، هذوك اللي كيكونوا لي تيك توكر اللي كيديروا دوك التيك توكس زعما تيشجعوا المغرب وتيبغوا المغرب. هذاك الشيء راه غير في تيك توك، ما كاينش في الواقع. واش عمرك مشيتي انت لا كومبيتيسيون ديال لاكان وشفتي شي دوله كتشجع من غير الدوله ديالها؟ ياك تنظم في مصر، تنظم في تونس، تنظم. ياك كانوا قرابين يشيروا علينا بالحجر ملي كنا عندهم في بلادهم، وانتم ملي جاو عندنا لبلادنا بركه اننا حنا كريمين معاهم ومستضيفينهم في احسن تيرانات في العالم، وكياكلوا وكيشربوا وبخير ومرتاحين، وما تزيدوش فيه. علاش كتشجعوا الفريق المنافس؟ ما هي الناس محنين مع البراني. فين عمركم نتوما شفتوا؟ يلا فين عمركم ملي مشينا حنايا لتونس لعبنا في تونس؟ فين عمرهم شجعونا؟ ملي مشينا لعبنا في مصر فين عمرهم شجعونا؟ ملي مشينا لعبنا ياك ملي كنا نيت في لاكان اللي فاتت كان كلشي ضدنا، وكان واحد وقال لك الكولاسه والزمر وكلشي ضدنا. دابا الاعلام ديالهم كله ضدنا، وانتوما جالسين كتشجعوا. شاد الدل هذا؟ على الاقل خذوا موقف. ما قلناش لكم حنا شيروا عليهم بالحجار ولا خلاو على باباهم، بالعكس حنايا ناس مؤدبين ومربيين، ما غنديروا حتى شي حاجه ضد شي منتخب اخر، ولكن ما نشجعوش. كانت باينه باللي تربحوا، كانت باينه باللي تربحوا. بصح ما نهضرش دروك، عندي واحد السيد بين نهضر معاه. كعبي مالك؟ هاشم كعبي يا هاشم، زوج خطرات الرب العالي، بت ليك احمر وبت ليك ابيض، بتحمقنا خويا. مالك ما تعرفش مركبيت نورمال؟ مالك برك ما تقلب علينا. غادي العين يجيبوها لك، قسما بالله يا العين العرب. ايوه هتعمل ايه يعني؟ تاني يا راجل. المشهد ده لو سينمائي مش هيبقى كده. ايوب الكعبي في اسبوع جاب الجون مرتين. حسيت ان هي الاعاده من غير دوشه، من غير كلام كتير. النهارده مسجل هدفين، واحد منهم مقصيه ولسه عاملها يا عم والله العالمي انا احب اللعيب اللي ما يتكلمش بس يعمل. ايه اللي بيعمله الكعبي ده؟ تقريبا كده الكعبي مراهن الدنيا كلها ان كل ماتش هيحط جون باكورد. الكعبي الله اكبر عليه بسم الله ما شاء الله، كل ماتش جون احلى من اللي قبله. كده بقى يا باشا ارجع اقول لك ان المغرب هتاخد كاس الامم، بس كده الحمد لله المغرب بقت الاول، واطمنا ان مصر مش هتقابلها. ايوب الكعبي فاجئنا. هو ما يتفاجئ من المقصيه مالته، لان الصراحه هي عاده يوميه، عاده كرويه. يعني هذا سلم على ايوب الكعبي يعطيك مقصيه. ايوب الكعبي نفس المقصيه ونفس اللقطه تكررت بمباراه اليوم، هي بمباراه جزر القمر. المنتخب المغربي هو هذا السحر. المنتخب المغربي اهدافه عالميه، اهدافه روعه، اهدافه يخلي الجمهور ينتعش بكره القدم. وكما شفتوا خوتي خواتاتي هنا كيسالي الفيديو ديالنا. ما تنساوناش واحد لايك كومونتير سبسكرايب، فعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد من عندنا ان شاء الله في الحلقات المقبله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دائما الله الوطن الملك.